فوزير وأمير سعيود حينما سجل فوزير الثنائية في تلك المباراة. ماذا عن لقاء الدور الثاني؟ ماذا عن الرائد الذي يبدأها مهاجم؟ خسر 11، احفظوا هذا الرقم، فاز في 5، تعادل في 4، خسر في 11، لأن نفس رصيد الرائد ونفس رصيد الرياض، اثنينهم في 17 والرائد استقبل 34 بينما الرياض استقبل 39. يعني لما تشوف الاستقبال هنا وهنا تقول هذه مباراة فيها أهداف لا شك في ذلك. دونك في الجهة اليسرى باتجاه موسونا، عرضية وصلت إلى الحراجين، عرضية عبد الهادي لم تصل لأن انظروا من عاد. وخالد السبيعي مرة ظهير، مرة محور، مرة طرف، في كل مكان حلل إيغور. الكرة في الجهة اليسرى وصلت إلى فوزير، وصلت إلى صاحب التجربة الثالثة لنادي الثالث في كرة القدم السعودية، تغيير اتجاه اللعب، وصلت عن الرائد للعلم واحد من 5 فقط في كرة القدم السعودية الذي لم يغادر دوري المحترفين، وهو في كل مرة. عليك ألا تفرط في أي نقطة. الدور الثاني الأمور فيها مختلفة، ليست كالدور الأول أبدا يا خيبري. الخيبري من الجهة اليسرى محلي، خلينا نقول أيضا في الرياض لدينا ايضا اللاعب عبد الهادي، والاخر اللي هو ايضا يحيى اللي معه الكره يتقدم فيها باتجاه حراجين، عرضيه الى الامام، وصلت الى موسونا. هذه خطيره. هل تعلم عزيزي المشاهد بان اخر 0-0 في مواجهة الفريقين كانت قبل 30 سنة يا حمد يا جيزاني، لكن العرضية من أجل الدوري السعودي الممتاز في ذلك الوقت. المباراتين اللي انتهت 0-0 فقط، عدا ذلك كل مباريات الفريقين كان فيها الأهداف الحاضرة، كان فيها 0 أيضا للرياض. من ينسى نتيجة 4-3 والنتائج الكبيرة التي حضرت في مواجهة الفريقين. كرة بتنتهي إلى رمية تماس لمصلحة، كان من الممكن أن يعلن معها أولى أهداف هذا الفريق بالتأكيد في مباراة اليوم. كرة بتعود من جديد، وصلت في وسط الملعب، هذا لاعب برامته في وسط الملعب باتجاه مامادو لوم، على طول شاف مامادو لوم استلم، وعلى طول كرة طويلة باتجاه حمد جيزاني، لكن انظروا من يعود، عبد الهادي حراجين في الأدوار الدفاعية، وصلت إلى النويقي. الجولة رقم 21 وذكرى يوم التأسيس أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة، أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان. الرائد يهدر هدفه الأول، لكن على أن تكون هذه الفرصة من تحرك بعض الشيء في أجواء المباراة الراكدة جدا في هذا اللقاء، على أمل أن نشاهد مثل الهجومي. اليوم نتكلم عن رباعي هجومي في الرائد. تخيل فوزير وسعيود وبركاوي وتفريس، رباعي هجومي صارخ بلا شك في مباراة إيغور. من فترة التوقف هي في عودة سعيود. خالد السبيعي اللاعب اللي قدم بطولة كبيرة بالمناسبة مع منتخب بلاده الجزائري في بطولة كأس العرب التي أقيمت قبل. في وسط الملعب التمريرة إلى حسين النويقي، عودة إلى عبد الهادي حراجين بيروح لكن يا سلام ماتياس نورمان قطعها، عادها إلى فوزير. شوفوا فوزير ونيتين آخر، خصوصا أن الحضور الجماهيري اليوم وفي كل مباراة يستضيفها الرياض إنه حضور مخجل بلا شك، إنه متعد. الأمور الجماهيرية قليلة، لكن الآن جراي للرياض يعود، ما أقربها يا عبد الهادي، ما أقرب. هذا حراجين متحرك صراحة في الجهة اليمنى، بيقدم مستوى طيب. هنا البطاقة الصفراء اللي يشهرها، بينما يحيى الشهري يتقدم، يحيى الشهري يسقط. حكم المباراة قريب نهاية شوط المباراة الأول في وقته بدل الضائع، والأمور حتى الآن بهدف دون رد لمصلحة الفريق الريداوي. عادت إلى هذه التغييرات اللي أجريت في شوط المباراة الثاني،
والإضافة لينتظرها أودر هولمان بالنسبة لعباس. التقدم والتواجد صالح العباس واحدة من الأوراق الرابحة للسيد هيلمان. بالمناسبة صالح العباس ليس سهل أبدا، بل إنه هدافا الأمور بالتقدم 1-0 والرائد يقترب. استعجلت فيها كثير يا تفاريس، لكن فوزير بحل السرعة ما شاء الله بالانطلاق. كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، تفاريس بالراس، بديل تفاريس الأول واللي دائما كنا نشاهده في العيد الغامدي. اليوم طبعا أشاهده خارج التشكيلة، موجود في المدرج برا 18. بالتأكيد واحد من اللاعبين اللي بصراحة لاعب هداف. تعلم عزيزي المشاهد أنه سيجعل الرائد يتقدم مركزا نحو الأمام، يصل إلى الترتيب 13، يتراجع الفيحة، يصل إلى 22 بنفس رصيد النقطي للفيحة والخليج، وخلف الأخدود بنقطة، وخلف الشباب بنقطتين، والوحدة ب4. الأمور مهمة، الفوز شايفين قيمته يعني ثمين جدا الفوز. كرة بتصل من جديد، شوفوا الادوار الدفاعيه اللي بيقوم فيها فوزير. يا اخي فوزير ما شاء الله في مباراه التعاون والاخدود يقلص الفارق امام التعاون، بينما هنا حتى الان 1-0. حتى الان كرة عرضيه خطيره لو عدت الى مقطوعه باتجاه اندونغ، تمريره الى زقعان الى حراجين ضيع فرصه كبيره في نهايه الشوط الاول. عادت الى موسونا، لم تظهر كثير. صوره لا تنسى ابدا، وعديد اللاعبين البرازيليين بلا شك. الكرة ملعوبه الى الامام، وصلت باتجاه عبد الهادي حراجين، سلامات ان شاء الله لامير سعيود باتجاه حراجين، التمريره الى اندونغ، برافو سعيود، قطعها الامير. فما اجمل هذا الوطن الذي يزدهر وينمو في كل يوم اكثر من قبل، بلا شك ينمو ويزدهر ويقدم نفسه بهدف ولا زال يدافع، لكنه الان يحاول عن طريق حراجين. عادت إلى خيبري، عرضية طويلة إلى الأمام بعيدة عن الكل، من إضافة بالتأكيد في وسط الملعب من أجل الحفاظ على هذا الهدف المسجل. خلاص إيغور بدأ يعرف أن الأمور في الدقائق الجاية 1-0 غير مطمئنة. دافع بكل ما تملك. ياهو هدف، ألم أقل لكم الرياض ب19 نقطة، ها هو يصل إلى 20 ويبحث عما هو أكثر، ويبحث القائد على القائد. الكرة انتهت إلى رمية تماس، عادت من جديد باتجاه حراجين، عرضية بعيدة يا حراجين، انتهت إلى ركلة مرمى طويلة وإلى الأمام، رأسية من موسى والاسبيعي، عودة من السبيعي باتجاه محمد دوسري، تقدم فيها، التمريرة إلى فوزير، تحضير فوزير بمشيئة. يا سلام، تخسر اليوم حتى الآن، لن تخسر اليوم. الكرة بتصل على طول باتجاه عبد الهادي حراجين، تمريرة إلى موسونا، حراجين من جديد. الرياض يريد أن يخطف الهدف الثاني، يريد أن يسرق الهدف الثاني. موسونا إلى الأمام، وصلت إلى دفاعات مامادو لوم، ايضا اصابه عضليه اخرى. سلامات ان شاء الله الى رميه تمام. التعادل الايجابي بهدف. عادت مره اخرى، التمريرة موجودة، تستذكر مباشرة المدرب الوطني الكبير جدا والذي صعد مع الرياض للممتاز في موسم واحد فقط، إنه المدرب الوطني الكبير خالد القروني المدرب الكبير والمحاضر البروءة التدريبية في الاتحاد الآسيوي. مدرب كبير بالتأكيد، اسم كبير لا ينسى، لكن اسم كبير أيضا فوزير في هذه الأثناء. تغطية من منصور وصالح يبحث عنها، الكرة بتصل من جديد لمصلحة الرائد في وسط الملعب باتجاه محمد فوزير، التغطية الدفاعية باليمين باليسار.